Amore, amore, come stai, amore? الأناقة والجمال، المال والشهرة، الحب والحنان. جورجينا حبيبة أشهر لاعب كرة قدم في العالم. Como sabe que a mí me hace gracia cuando me baila, pues a mí sí جورجينا اللي الآن أصبحت عندها ملايين المعجبين والمتابعين في مختلف بلاد العالم، وأصبحت كذلك أيقونة الموضة في أكثر عواصم العالم، حيث بكل بساطة كتلبس أغلى الفساتين والمجوهرات وكتمشى فوق بساط الأحمر رفقة كبار المصممين والمخرجين كذلك. La Toñi, señora Antonio. كتلقى دعوات كثيرة باش تحضر في أرقى المهرجانات الفنية والسينمائية. الشهرة ديالها خلاتها تعمل مسلسل على حياتها الخاصة وسماته I am Georgina. هذا المسلسل تلقى صدى كبير وتفرجوا فيه ملايين عبر العالم. جورجينا حكات في المسلسل بلي حياتها تبدلات بشكل جنوني ما بين ليلة ونهار. من بعد ما كانت بنت عادية خدامة في محل لبيع الملابس، صبحت الآن عندها وكيل أعمالها ومصممين كبار كيخدموا عندها. Es una perra muy perra, la verdad. والأكثر من ذلك ولات عندها طائرة خاصة تمشي بها لأي مكان في العالم، وبالتالي تقدر تنزل في أفخم الفنادق وفي أجمل الجزر. حكات كذلك في المسلسل باللي راها أم حنون وكتهتم بولادها وقلبها طيب. رونالدو هو بدوره أكد على هذا الكلام كله، وزاد وقال باللي حياته تبدلات بشكل إيجابي من أول نظرة لها، وهو فرحان وهو معاها. المسلسل كيتكون من 6 حلقات حاولت جورجينا تلخص فيها حياتها كلها منذ البداية حتى النهاية، وقالت باللي هذا المسلسل غادي يقربها أكثر للمعجبين والمتابعين وتقوي علاقتها معهم. وملي كنقول للمتابعين فراه كنتكلموا على ملايين المتابعين في مختلف مواقع التواصل كيتابعوا كل صغيرة وكل كبيرة على حياتها الخاصة والمهنية. مباشرة من بعد ما خرج المسلسل، عائلتها وأم حبيبها رونالدو غضبوا بزاف وعملوا تصريحات قاسية من جهتها. الصحافة تناقلت هذه التصريحات وبالتالي تلقات انتقادات كثيرة من بعض المعجبين ديالها، حيث عائلتها قالت بلي من النهار الأول من تعارفها مع رونالدو وهي نساتهم وما كتسولش فيهم، تخلات عليهم في الوقت اللي هما محتاجين ليها بزاف. رونالدو بدورها غضبات وقالت بلي راها أنانية، والمسلسل كله كيتكلم على حياتها الخاصة لوحدها، وعطات حيز صغير بزاف لرونالدو وعائلتها. العبرة هي أن بعض الناس منحتهم الحياة كل ما بغاو في رمشة عين وبدون أي عناء، وجورجينا أكبر مثال على ذلك. جورجينا قالت في إحدى التصريحات أن ثروتها وصلت ملايين الدولارات، وقالت باللي هي اللي بنتها لوحدها، ولكن بعض الصحف عطاو تصريحات ضدها وقالوا باللي ثروتها جمعتها من تعارفها مع رونالدو كيعطيها 5% من المدخول ديالو الشهري اللي يقدر ب 96,000 دولار. يعني 96,000 دولار هو المدخول الشهري ديال جورجينا فقط من حبيبها رونالدو، ناهيك عن الإعلانات والإشهارات اللي كتدير لشركات كبرى كفيراري ولامبورغيني وشركات أخرى عالمية. موفي سبيكس بالعربي تشكركم على المتابعة، وإلى اللقاء.